السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة اللي هي ليالي لبنان. ليالي لبنان أول حاجة في الرستات نبداو بالعسل. باش ما نطولش عليكم الفيديو كالعادة عملت العسل اللي هو قطر يقولوا له في البلدان العربية الأخرى شقيقة. به عملت كيسين سكر وكيس ماء ومغرفة قهوة قارص وخليته يغلي. العسل نتاع ليالي لبنان لازم ما يكونش خاطر برشا، ما يكونش معناتها يابس، يكون جاري شوية كيما هكايا كيما نقولوا احنا عسل اليويو نتاعنا التونسي. هذه اول حاجة نبداو بها، نحضروا العسل نتاعنا ونخليوه اكوتي ونبداو مع بعضنا باش نوريو الوصفة نتاعنا مناش تتكون. الوصفة ليالي لبنان ان شاء الله نكون نجحت في الوصفه هذه. وصفه لبنانيه الاصل تتكون من الحليب، ماذا بينا يكون حليب كامل دسم به ما ورد ولا ما زهر اللي موجود عندنا من غير فنشاء كويس سميد ارطب، يكون الارطب مش الحرش، وعندنا شويه مستكه ونبداو على بركه الله مع بعضنا. به حابين نحكي لكم شويه على ليالي لبنان هذه. الريسيت نتاعي انا تعملوا 5 كيسان حليب، تجم اي كيس معياري باش تعمل بيه، هو اللي تكيل بيه فرد مره لكل شيء. تكيل 5 كيسان حليب، تعمل عليه نفس الكيس اللي كيلت به الحليب كيس سميد، هذه اسهل طريقه. وفما اللي يعمل يزيد بوات كريم فريش باش تجي دسمه، وفما اللي يعمل حليب بودر ويزيد عليه يزيد الماء ويعملها. احنا بحكم الحليب مقطوع شويه، تجم اللي عنده الحليب الغبره يعمل كيس حليب ويعمل عليه 3 كيسان ماء. اذا متوفر الحليب تعمل اسهل طريقه، تعمل 5 كيسان من المعيار، اي كيس باش تعير به الحليب تعير به سميد عليه كيس. انا ديجا كان يقص نفسه هو هيك المعيار كيس سميد ارطب ومغرفه نشا كله مع بعضه نصبوه على خاطرنا باش نطيبوها. المستكه نتاعنا اللي ما يحبش مستكه ما يعملش، ما زهر ما ورد والا عطرشيه اللي نحبه. انا نختار ما الزهر الخاطر يبنن ويعطي بنه خير. حركوا المكونات نتاعنا على البارد ومن بعد ننتقلوا بهم على النار حتى لين تختار معنا. لهنا نسيت ما قلتلكمش على السكر، نزيد حتى انا ما ضفتوش، نزيد مغرفتين سكر. انا مانيش باش نكثر برشا سكر وكل حد وذوقه في السكر، على خاطر ديجا باش من بعد نزيدوها من فوق نزينوها بالكريم الفريش وفيها العسل، وكل حد وحرية الاختيار في المذاق نتاعها. تراو لهنا توا طابت ديجا تبقبق وتكون شفتوا القوام نتاعها متماسك بالباهي، ما هيش جاريه ولا كريميه، متماسك القوام نتاعها خاطر تبقبقت لهنا. تو باش نصبوها في البيركس كيما تراو لهنا، صبينيها في البيركس نستويو السطح نتاعها بالكدا ونخليوها تبرد بالباهي ومن بعد نزيدو فوق منها الكريم فريش وكريم شونتيه، نركضوهم مع بعضهم حتى تطلع تولي كريمه خفق ليجير، ومن بعد نزينو بيها ليالي لبنان نتاعنا. نخليوها تبرد ومن بعد نكمل معاكم بقيه الوصفه. ولهنا توا رجعنا باش نوريكم الزينه فما طريقتين مختلفين، كل حد كيفاش يحب يزين. انا لهنا نحب نبسط عليكم العمليه. تجم تاخذ الكريم شونتيه كيما هكايا وتنزل عليه بسباتيل تزينها من الفوق. هذه بارتي حبيت نوريها لكم، تجم تمشيها كامله. انا حبيت لهنا نزينها، نعمل فيها هكا نجيمات بالبوش باش تقعد مزيانه منظرها سمح في التصوير تنال اعجابكم. وانتي باي طريقه تحب تزين بيها لك حريه الاختيار، والزينه لك حريه الاختيار في الزينه. انا عملتها على طريقه اللبنانيين، يزيدوا الفستق في وسطها من الفوق، عندنا شويه لوز نزيدو، عندنا شويه كاكاويل نزيدو، عندك شويه نوى دو كوكو نزيدو، ونزيدو عليها شويه شوش ورد اختياري اما يبننها.
وإن شاء الله وصفتي لليوم عجبتكم ونالت رضاكم، وإن شاء الله تكون وفقت فيها، وننصحكم باش تجربوها. وما تنساوش كالعادة باش تجدوا صحيباتكم في الجروب، وما تنساوش باش تعملونا لايك في القناة متاعنا حلويات السعادة في اليوتيوب، وجربوها وهبطوا لنا زاده في الجروب، وعملوا لنا ابوني للقناة زاده. هذه هي ليالي لبنان. ما تنجمش تكون ليالي لبنان من غير اغنية فيروز. صبورة العسل متاعها وناكلوها بصحة وبالشفاء للناس الكل. جربوها وما تندموش إن شاء الله.